تخيل معايا اللحظة التاريخية دي. كان في راجلين كبار، كل واحد بيحكم بلد. الأول بيحكم أرض مليانة خير وتاريخ عريق، والتاني بلد عملاقة كلها قوة واختراعات. كانوا قاعدين مع بعض مرة بيتكلموا عن مشكلة كبيرة هتقلب الدنيا بين شعوبهم. بس فجأة الراجل الأول رفع صوته وقال للتاني قدام الناس كلها: أنت هتكون الراجل اللي بسببك السلام هيعم بين الشعوب والمشاكل كلها هتتحل. كانت الكلمات دي زي صاروخ، خلت التاني في موقف يا إما يعيش على قد المدح يا إما يخذل الجميع ويبقى شكله زي اللي وقع في البلاعة. وفعلا بدأ يتصرف كأنه راجل فعلا بتاع سلام، والمشكلة راحت في الباي باي. يعني القصة دي بتفكرني بكتاب لديلي كارنجي اللي هو ازاي تكسب اصحاب يعني وتأثر في الناس. ان التشجيع البناء ده ممكن يغير الانسان حتى لو كانت الصفة دي مش موجودة عنده من الاول، زي ما بتزرع بذرة في ارض جافة وفجأة تبقى شجرة عملاقة. او زي ما تقول لصديق: انت احلى طباخ في الدنيا، هو اصلا بيحرق التوست كل يوم بس بيبدأ يطبخ زي الشيف عشان حد شجعه. تخيل لو طبقنا ده مثلا في المدرسة، قلت له: انت عبقري الرياضيات، حتى لو كان بيحسب 2 زائد 2 بيساوي 5 هيبدأ يدي اكتر من طاقته ويحل معادلات زي اينشتاين. في الشغل مثلا لو قلت لموظف: انت اللي بتخلي الفريق ده ينجح كل مرة، هتبني انتماء زي لزقة الجلو كده ويحقق انجازات محدش توقع ان يكون هو سببها. مش هيبقى زي اللي بيشتغل عشان الفلوس بس. التشجيع البناء ده بيغير حياة الناس من حد عايش وخلاص وزي ما تيجي تيجي لحد بيدور ازاي يبقى احسن ليه وللي حواليه. بس